لك مصباح العيد والوادم تجي على ابوك وتجي تسلم على ابوك وانت قاعد تتناوس بيه، قاعد بظله، قاعد بفيه، ايش حالات الابو. واذا عندك ام تدير بالك على امك. بركة الله في الارض والله العظيم. الانسان اللي مجرب لوعة فراق الاب يحس اسولف، يعرف ايش جاي احكي، يعرف ايش جاي اسولف. الاب الله الله امير المؤمنين سلام الله عليه عندما ضرب على أمة رأسه وقع على الأرض، أتى الحسن أتى الحسين أبا يا علي نور عيني يا علي، يبكون. أبوهم قدامهم، ومو أي أب، علي بن أبي طالب. الله يقول من وقع على الأرض حمله الحسن حمله الحسين حتى وصلا به إلى الدار، روحي فداه أمير المؤمنين. ودع العيال ودع الأطفال، الحسن ينظر إلى أبيه، الحسين ينظر إلى أبيه. أصعب موقف على الإنسان عندما يحمل جنازة أبيه أو أمه من البيت. يقول يباوع إلى أمير المؤمنين بهذه الأثناء الأخيرة، ودع علي ودع العيال ودع الأطفال، باوع على الحسن نظرة، من ثم على الحسين، من ثم على زينب، من ثم قال استودعكم الله ورسوله. مدد رجليه أسبل يديه، ففاقت روحه الطاهرة. وويلاه وإماما، أي وويلاه وغريبا. حال زينب حال الحسن حال الحسين، أنا ثار الأب يا ناس خيمة، والله يفيع على بناته وحريمه. أنا لو مات يطيح البيت، راعي البيت لو مات. لطمت زينب على رأسها، الحسن يصرخ وأباه ووالداه، والله ايش حالاته الأب يا ناس ايش حالاته. أنا وينا من في بلاته وويلاه ومصيبته. نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا لأزرعن درب الطف ريحانا يا الله. إلهي نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد، فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا يا الله، شافي مرضانا يا الله، ارحم أمواتنا يا الله. أخواني السامعين الحاضرين المؤسسين، اللهم اقضي حوائجهم وشافي مرضاهم وعافي مبتلاهم وارحم أمواتهم يا الله. لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وحوائج مقضية. اللهم من اجتمعنا لأجله وبسببه أبو فرات، اللهم لا نعلم منه إلا خيرا، اللهم زد في حسناته وتجاوز عن سيئاته، واحشره مع محمد وآل محمد إلى روحه الطاهرة، إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات السامعين والحاضرين والشهداء والعلماء. الفاتحة مع الصلوات. تعبان، حالتهم تعبانة، جمعت من أفراد عشيرتي وقربة لله قضيت حاجته. تدرون ايش قد عظيمة عند الله عز وجل. أنا يوم من الأيام اتصلت بأحد مشايخ الفرطوس، فسولفت وياه، قلت له خلي نسوي فالسنينة، هسه احنا ايش كثر عندنا سناين بالعشاير، هواي عندنا سناين، واليوم نقبل نزعل الحاكم العشيرة حتى مو الدين، ثقوا بالله حتى مو الدين الحاكم، اليوم اللي يحكم العرف. أنا تقعد بعشاير من تقول له ذني مالات الروايات ومالات الله والمرجعية والدية والكذا، يقول لك مالات الله خلينا عليك. هاي علني صار الحكي اليوم، اللي يحكمها والشيخ اللي يسولف مالات الله ما تريد العرب، الشيخ اللي ما ياخذها ما تريد العرب. الوادم اليوم أصبحت تريد لها شيخ على كيفها، على مزاجها، على قالبها للأسف.
فخابرته قلت له شيخنا احنا هواي عندنا سناين وهواي عندنا عادات، عندنا نجمع مصرف ونجمع صندوق، خلنا نضيف فرد فقرة مو مبلغ ثقيل، فرد مبلغ 250 دينار من كل فرد. هسه انت تشوفه مبلغ بخس، بس انت باوع عليه بالشهر ايش كثر يصير على 6000 نفر بالعشيرة. تشوف انت المبلغ بخس. قلت له ها مو تقول عنصرية، قلت له لا حتى العشاير شنو تتعلم، قلت له فقط نصرفها لشباب الفرطوس اللي يردون يتزوجون وما عندهم فلوس، شنو ننطيهم نزوجهم، اللي قاعد ايجار نشتري له فرد كم متر بالزراعه ونقعده. ايش كبرها عند الله عز وجل؟ هاي ما تصير بالمجتمع، ما تقبل هاي، ما المجتمع ما يتقبل. مره مثلا الشيخ ما يفعلها ومره لا، ابناء العشيره شنو ما تفعلها. فهذا اللي يشوف وين وصل بينا الانسان، وصل الى مرحله احبائي اليوم اذا يجي معصوم ابن فاطمه الزهراء يسولف يقول له اسكت ما عندنا شغل وياك. شيخ هو يقدر الواحد، هذا واقع حال، هذا واقع حالنا اليوم. فرد يوم قاعد في قعده في شهر رمضان، في شهر الله عز وجل. هسه احنا مرات الانسان الشهر له قدسيه، إلى قدسية. شهر الحسين وصير تحويله وانت محول على ناس من أهل الحسين وتقول له الخاطر الحسين باو عني. هسه شوية يصير عنده رحمة، يصير عنده رحمة. إذا هذا يقول لك حتى للحسين ما باوع لك، هاي فرد مشكلة. ففي شهر رمضان شهر الله قاعدين، قلت له حجي هاي القضية مبهمة، قضية مبهمة. من تصير قضية مبهمة بالعشاير يصحوا لها فراغة، نروح المن للفراغة. أنا ما قلت له نروح للفراغة، قلت له نروح للمرجعية. شو تقلد؟ روح للمرجع. المرجع يقول إلك 100 مليون تاخذ وإحنا بخدمتك، إلك 70 تاخذ وإحنا بخدمتك، إلك 10 تاخذ وإحنا سوى باوع علي بهالنظرة. قال لي شيخنا مالات الله لا تسولف، وحق هو الحسين. لو حاكى علي لو سابني وما حاكى هاي الحكايه، قلت له ما تريد مالات الله، قال لي نكتت عبايتي وطلعت امري لله، شو اسوي لي؟ فاليوم هذا المجتمع اصبح اليوم يريد لانسان، اصبحنا حتى من نجيب الخطيب من نريد يسولف مالاتنا. الخطيب اذا يسولف يمنى يسرا نقول له شنو؟ ما عندنا شغل وياك. هي اليوم هذا المجتمع سبب احبائي اعزائي هذا الابتعاد عن الله عز وجل. تشوف اشكال والوان بالمجتمع. اذا احبائي اعزائي الرحمه جدا مطلوبه بين افراد العشيره بالخصوص وبين المجتمع شنو؟ بالعموم. اليوم مثلا انا مسوي مجلس لسيد الشهداء، اقيم المآتم وابكي على الحسين واطبخ واذهب الى زياره عاشوراء وانا بدائرتي اخذ رشوه. لا بالعباس لا تسوي الموكب وقعد واستر حالك. واذا يجيني الموظف بالدائره اشيل حاله. لا عمي لا تسوي مجلس وظل بحالك. أنا اليوم مولانا عندي سلطة بالحكومة بالدولة بالعشيرة، اللي يجيني أذله وتشوفني في محرم محزم، لا والله ماكو فايدة. لأن الحسين حسين الرحمة، الحسين حسين الخدمة، الحسين خدم المجتمع. أحبائي عندنا رواية شو تقول؟ تقول الإمام الحسين سئله الإمام زين العابدين سلام الله عليه، يقول قال له يا ابن رسول الله الشمر اللعين من جر ثياب الحسين. تسلم حجي رحم الله والديك الله يحفظك. من جر ثياب الحسين بان اكو زراق على ظهره، ظهره ازرق. شنو سبب هذا الزراق؟ قال له نور عيني ابي الحسين كان يحمل كيسا على ظهره ويفتر على بيوت المحتاجين والفقراء. والله هاي اهلي يسويها، هاي اهلي يسويها، يفتر على بيوت المساكين والمحتاجين. يخلي شنو؟ هذا الحسين، هذا الحسين. الحسين نور هداية، الحسين ثبات بالقول الصادق. ولذا عندما جرت عليه السيوف وهدد الإمام بالقتل قال أنا على حق، شو تردون تسوون؟ سووا، تقتلوني تسبون عيالي تسبون الأطفال، افعلوا شنو ما تريدون، ما يبدو لكم ما دمت علما على جادة الطريق، ما دمت على الحق. هذا سبب من أسباب الخلقة. الله ليش مرات واحد يسأل الله ليش خلقنا؟ حتى نتراحم بيناتنا. هذا السبب الأول. السبب الثاني
السبب الثاني الله اللي خلقنا من أجله هي العبادة.